بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم في قناة حياة مامي. النهاردة تاني يوم رمضان، كل سنة وانتم طيبين. قلت أصلي ركعتين الصبح كده وأقرأ جزء من القرآن، وهبدأ بقى روتين صباحي صيامي كله كده على بعض. امبارح طبعا والله أنا كنت ايديا في البيت على طول، بس قلت بقى أول روتين وأنا صايمة. ده حاجات بس من امبارح بالليل، سواء سحور سواء كده لعب مع العيال والحاجات دي. انا بحب افتح عندي بلكونه وعندي شباك في الصاله، فقلت بقى افتح هوي كده الدنيا. احنا عندنا الجو كده هوا شويه تراب، فانا بس كان الجو النهارده كان كويس، فقلت بقى انضف وافتح وهوي كده الصاله شويه. قعدت انضف بقى بالفرشه دي وانزل اي تراب. وقلت هوي وافتح كده تلاقي اهو ضوء الشمس دخل. دي احلى حاجه يعني صراحه في الصاله، ان هي بيخش لها هوا وضوء وشمس، يعني تحس ان الدنيا يعني هي على بحري. ف... فقلت بقى اعمل روتين معاكم، وده اول فيديو في القناه، اول فيديو كامل. فتابعونا بقى بالاشتراك واللايك، متنسوش اللايك الجميل ده عشان اصور لكم بقى يومياتي، واصور لكم حاجات حلوه تاني. بس والترابيزه دي كنت جايباها جديد، قلت عشان رمضان واجواء رمضان، عشان يعني نفطر عليها نسحر عليها. احنا عدد يعني في الأسرة، فقلت حاجة جديدة بقى، ومفرش برضه جديد. ايه رأيكم فيه بقى، وايه رأيكم في الألوان وفي التنسيق وكده. وبرضه تشوفوا الركنة، ده كفر مش تنجيد. ما شاء الله يعني عملته عند واحدة ما شاء الله يعني، خامة ويعني عجبتني خالص. وشوفوا الألوان لايقة ولا ايه، وقولوا لي في التعليقات وايه اللي ممكن اغيره، او ممكن ان اجدده، او احط ايه مكان ايه. تابعوا بقى لحد اخر الفيديو وقولوا رأيكم، وعايزة بقى كومنتات حلوة وتعليقات حلوة زيكم. كل سنة وانتم طيبين. فقلت بقى انضف بقى الدنيا تنظيف حلو. الترابيزة كانت ايه نظام، بتدخل كده كل كراسية بتدخل لجوه. ان انا برضو عايزة مساحة شوية عشان العيال واللعب وكده، فانا اخترت الترابيزة دي. قلت عشان ما تاخدش مساحة، وكراسية برضو ما تاخدش مساحة معايا في الصالة. فبرضو ايه رأيكم فيها، وايه رأيكم في لونها مع ديكور الصالة، يعني شكله عامل ازاي. فقعدت بقى احرك في الترابيزات، هتشوفوا كده شكلها بعد ما بقفلها. هتلاقوا شكلها يعني حلو ما شاء الله متناسق، وداخل الكراسي داخله كده في السفرة. فمش واخده مساحه يعني في الصاله، في مساحه اللي هو للعب للقعاد العادي كده فحبيت انا الفكره دي. بس تمام، وقعدت اظبط في الكراسي. هتشوفوا برضو شكلها كده في الاخر عامل ازاي. وبعد كده جبت المفرش ظبطته. المفرش ده جايباه من واحدة برضو عندي هنا في البلد. كانت عاملاها ب200 جنيه عرض. برضو قولوا رأيكم كده، سعره غالي ولا رخيص ولا كويس ولا ايه. هو خامته جبلان. اخترت اللون اللي هو التركواز، او اللي هو يعني مال الفيروزي كده على حسب، عشان برضو الركن نفس اللون والالوان الاوف وايت والكلام ده. والستارة عندي برضو انا كنت عاملاها طبعا من ساعة جوازي. فبس، وعملت من نفس قماش الستاير عملت خدديات. هتشوفوا برضو وانا بعمل الخدديات، هتشوفوا عملت منها اوف وايت، وعملت اللون التركواز. فبس دي حطيت بتاعة فكة، بس طبعا مش هحط فكة دلوقتي عشان العيال كل ما بحط يخلصوه. وصوا علبة مناديل كنت عاملاها، يعني واحدة عملتها لي صراحة، الله يبارك لها، نظام هاند ميد. ف... فكان شكلها حلو يعني. فده برضو دي مش سجادة، دي بديل سجاد، ودي السجادة الأصلية اللي كانت عندي أصلا من ساعة الجواز. كنت عايزة أجيب 2 شبه بعض. بس أنا كنت أصلا مغيرة النظام ومكانش فيه الترابيزة. فقدام إن شاء الله يعني هجيب بديل سجاد 2 شبه بعض. ده اللي بقولك عليه، اللي هو الخدادية. هي دي من نفس لون الستارة.
مش عايزه اقولك المنظر، يعني هدوم على كوبايات، على حاجات الصيام واني والله العظيم موضبه من بعد الفطار. بس اللي هي الفتره من بعد الفطار وبعد العشاء لحد السحور، العيال كلها، العيال يعني كانوا صاحيين وكانوا بيلعبوا، واللي جه غير واللي جه كان في درس واللي كان فالموضوع ربكه يعني. بص، يعني كراكيب وحاجات، يعني لو محدش هيفهمني غير لما لو واحدة يعني معاها أطفال، يعني أنا وكمان معايا بيبي صغير. ف... فاللي هو بيحبي وكده، فالموضوع مريب، يعني اللي هو مش هينفع احط حاجة في الأرض، لازم الأرض تبقى نظيفة. أي حاجة ممكن يحطها في بقه. الحاجات، حتى أنا كنت جايبة ساعة انتيكات وحاجات وورد والكلام ده، ما فيش، كل ده شلته. ايه اللي اتكسر واللي شلته صراحة، الموضوع متعب خالص. بس يعني الحمد لله، ربنا يبارك فيهم، يعني اهم حاجة وكل حاجة سهلة. فالصلاة دي او البيت عموما بيتروق ورا 3 4 مرات في النص ساعة يعني. نص ساعة بيبهدلوه، تلاقي البيت كله اتقلب مرة واحدة. تروق الصالة تلاقي المطبخ اتبهدل، تروقي المطبخ تلاقي الأوضة اتبهدلت. فالله المستعان يعني. بس قعدت بقى اشيل الحاجات، شنطة ابني بتاعة الدرس، واشيل اي حاجة بقى هنا ولا هنا. قلت عشان قلت لهم ده كفر ركنة، مش تنجيد ركنة. فانا كنت غاسلة الكفر. فده الكفر بتاع الترابيزة. ده اللون الاساسي بتاع الركنة اللي هو بتاع الترابيزة، ده اللي هو بيج في تركواز. فانا جبت اللون ده، قلت اغير بقى تغيير. فقعدت اعمل بقى، البس الترابيزه. عشان بقى بعد ما غسلته بقى، قلت عشان الدنيا تروق، وطبعا وسخوه غسلته مليون مره. فبس فقعدت اظبط فيه كده ان هو بيبقى على المقاس بالظبط، حلو خالص يا بنات. بيبقى شكله شيك وبيغير شكل سواء في انتريه وفي ركنه. صراحة جميل يعني. انا كان عندي بياضات، بس ما يعني ما حبيتهمش كل شويه يوقعوا ويعملوا، لا يعني الكفر كامل. حسيته احلى. بس قعدت اعمل المكنسه الكهربائيه بقى، واشيل واحط وشلت اي حاجه في الارض، وهي فتفوت عشان ابني ده، عشان حاجه صعبه. ف... فبقيت عملت المكنسه الكهربائيه كله بقى، بكل حاجه تمام. وقعدت اظبط بقى في المخدات. كنت جايبة كذا خدودية. الخدودية دي الاتنين ب25، كان شكلهم حلو خالص ما شاء الله يعني. هو نظام ستان فكان شكلهم حلو يعني، بيلمع والوانهم زاهية. فقلت يدوا جو يعني مع رمضان وكده. فجوزي هو اللي جابهولي يعني. صراحة ما شاء الله يعني، حلوين خالص، شو مدين رونق كده وشكل واجواء يعني تبع رمضان. انا كنت صورت لكم برضو الزينة قبل كده في فيديو قبل كده، وان احنا جبنا اللي هي كلمة رمضان كريم كده بتنور، وفي فرع نور وحاجات كنا بنعلقها. فقلت اشارككم اجواء رمضان برضو. بس فقعدت اظبط بقى الدنيا واظبط المخدات. وقولوا لي كده شكله حلو ولا ايه اللي ناقصها ايه، او عايزه ايه الصاله. وانا الحمد لله رب العالمين بعد ما خلصت، بوريك الشكل ان هي حطيت علبه المنديل هي على الترابيزه، وشكل المخدات كده شكلها احلى. وبس، وادي السفره هي ما شاء الله حلوه ومتظبطه وعليها الفانوس. وكل سنه وانتم طيبين.